بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل كل شيء طبعا صلى على الحبيب قلبك يطيب. تاني شيء ان شاء الله بإذن الواحد الأحد منذ لحظات انتهى طبعا مباراة النادي الأهلي مع طلائع الجيش في الأسبوع الرابع من الدوري المصري 22-23. مباراة طبعا كانت قوية جدا، وانا بشايفها ان هي من اقوى واهم المباريات اللي اتلعبت في الاربع اسابيع بتوع الدوري الممتاز. مباراة في العشر دقايق الاولين كان فريق طلائع الجيش مسيطر، وقدر طبعا فريق طلائع الجيش يباغت النادي الاهلي في الهجمات، وقدر يحرز الهدف الاول طبعا من خطأ فادح بطريقة غريبة من تمركز خط الظهر. ارجع واقول تاني وتالت وعاشر، هزيمتنا الدوري اللي فات واللي قبله سببه الرئيسي خط ظهر النادي الاهلي. مفيش اي تكافؤ ولا انسجام ولا يعني بالنظره. يعني احنا كنا نشوف زمان وائل جمعه وابراهيم سعيد وشادي محمد والناس دي بيبصوا لبعض. يعني وائل جمعه عارف يقف ازاي على الخط ويعمل خط التسلل ازاي ويضرب مضربات. مفيش فايده خالص. بسم الله ما شاء الله، يعني لا قوه الا بالله. ياسر ابراهيم في ناحيه ورامي ربيعه في ناحيه تانيه خالص. يعني ياسر ابراهيم مغطي التسلل بطريقه غبيه جدا. يعني انت شايف الفرقه كلها متقدم بتطلع خطوه لقدام، بس هنعمل ايه؟ هو يعني استاذ ياسر تفنيسه اللي اي حد يخش عليه يفنس له. هو ده طبع ياسر ابراهيم، واسوأ مدافع اجى في تاريخ النادي الاهلي هو وايمن اشرف. وكملت معاهم برام ربيعه. رام ربيعه شويه تلاقيه عالي جدا وشويه تلاقيه متهور وما تعرفش بيعمل ايه بالظبط، يعني تغطياته غلط وخروجه غلط حاجه غريبه جدا. يعني خطأ فادح من ياسر ابراهيم. والمشكله كمان كملت بتحرك بطيء من محمد الشناوي. محمد الشناوي بيقول لي اطلع ما اطلعش، اطلع ما اطلعش. لا، يبقى اعمل في دماغك كده محمد الشناوي حادي بادي زيدو محمد البغدادي، او حادي بادي كرومب زبادي، وتشوف تطلع ولا ما تطلعش. ياسر ابراهيم اخطا هو ورام ربيعه، وانت جيت كملتها تاني يا محمد الشناوي برضو. يعني مانيش عارف، خط الظهر بتاعنا متمسح باستيكه. الثلاث ماتشات اللي فاتوا لما لعبنا الثلاث ماتشات، حتى الماتشات اللي لعبناها في افريقيا لما لعبنا محمد عبد المنعم والولا محمود متولي، كنا مرتاحين نفسيا. الاثنين بيعرفوا يخرجوا، الاثنين بيعرفوا يضغطوا، بيعرفوا يقطعوا الكوره، بيعرفوا يتمركزوا، لعيب الكوره بجد. انما خط الظهر بتاعنا اقسم بالله العظيم عاوز يتكنس مكنسه كهربائيه. سواء من اول محمد هاني باك اليمين، عندك ياسر ابراهيم، ايمن اشرف اللي ما لعبش. هو ما بيلعبش يعني، بس لازم برضه يتحط عشان برضه يعني لا هيجي ايامه. يعني ايمن اشرف ده كارثه لوحده، ومعاهم رامي ربيعه. بصراحه ما ينفعوش يلعبوا في النادي الاهلي. اقسم بالله العظيم حتى لو طلعوا فلوس، يعني يا ريت حد ياخدهم ويجيب لنا مكانهم مروحه. ده من ناحيه بالنسبه لخط الظهر. طبعا هدف النادي الاهلي الاول طبعا باسيست برازيلي لراس عبد القادر المصري، اللي حطها يعني زي ما بقول كده حطت معلم. الكره اللي بتبقى دايما حافه في القائم وهي داخله دي، او حافه في عرض وهي داخله دي، بتصعب على اي حارس مرمى حتى لو هو العنكبوت نوير. حتى بصراحه يعني سبب رئيسي في خروج حارس مرمى طلائع الجيش الكره اللي الهدف الاولاني. بصراحه عمل له شرخ، يعني ضرب له المسالك البوليه كلها. بصراحه احمد بدر، انت يا عم كولر في ايه؟ هو احنا موعودين بمدربين بيحبوا يكرههم؟ يعني كولر لما اجى ما قال لك انا بجرب كل الناس، هتقعد تجرب ان شاء الله باذن الله لغايه ما الدوري يخلص. مانيش عارف ايه، احنا ضايع مننا 2 دوري. يعني الدوري ده المفروض حياه او موت بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي وكل اعضاء الجهاز الفني في النادي الاهلي. طبعا ربنا كرمنا بقالنا كام فتره كده بمدربين بتحب وتكره. يعني برضو موسيماني قبلك بسم الله ما شاء الله كان مقتنع بمحمد شريف، ومقتنع بطاهر محمد بايمن اشرف، ومقتنع بمحمد هاني، وكان مقتنع بقفشه ومحمد شريف. طبعا محمد شريف ده انا هتكلم عليه في اخر الفيديو، لان محمد شريف ده عاوز يعني 18000 فيديو لوحده. يعني محمد شريف ده يعني بسم الله ما شاء الله، يعني لا قوه الا بالله. يعني ما يعرفش العجوه من الطوب الاحمر. اقسم بالله العلي العظيم ما عنده فكره عن البرنجان. ما فيش ابيض. يعني محمد شريف ده يعني مش عارف يعني ازاي ده اصلا بياخد 10 مليون و15% يا جماعه وربي وما اعبد. محمد شريف اخره في النادي الاهلي سندوتشين طعميه وسندوتش فول. يعني ولو عمل ماتش حلو في يوم من الايام يبقى سندوتش مربى. بس اكتر من كده محمد شريف ما يستحقش ياخد جنيه من النادي الاهلي. كون ان هو بيلعب في النادي الاهلي اصلا ده شرف لمحمد شريف. لعيب
اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا ابني ده انت لو واكل مال يتيم اقسم بالله ما هتجيب لنا الضغط ده. انت يا ابني بتشيل انفرادات بالكوم بتضيعها ومرق لعيب مش مهاجم. انت يا ابني الحاجه الوحيده فيك انت بتجري في الملعب سريع بس، يعني السرعه دي لو عند اي لعيب تاني مهاجم في مصر شادي حسين، يعني في مهاجمين كده اقسم بالله عنده، يعني انت عندك حاجه مش عند ناس ومش عارف تستغلها. يا ابني انا قلت لك في 70,000 مليون فيديو قبل كده، يا ابني هات شوف عماد متعب كان بيتحرك في الملعب ازاي، كان بيستلم الكرة ازاي. ده انت استلمت الكرة انت رايح بقى انفراد المفروض تاخدها وتطلع لقدام، خدتها ورحت على الجنب. في ايه انت مانيش عارف يا محمد شريف؟ اقسم بالله العلي العظيم ما يستاهل اصلا يعدي من جنب سور النادي الاهلي. كل واحد جاب لنا جول في نادي الزمالك هنقعد نعظم هو انت جاي تبقى مسيرتك الكرويه كلها في حياتك انك جبت جونين حلوين في نادي الزمالك؟ هو الوحيد اللي نغفر له نستهبل كتير وضيع كتير وتعبط العبط اللي انت بتعمله هو مجدي قفشه، عشان الجول بتاع القضيه ممكن. بس رغم ان مجدي قفشه انا اكتر واحد انتقدت مجدي قفشه في حاجات كتير جدا، بس بيغفر له القضيه ممكن اللي احنا عايشين وهنقعد نعيش نحفل عليه ل 332 الف مليون جمعه قادمه. ده احنا هنقعد نحفل لغايه ما المسيح الدجال ينزل اقسم بالله. هو ده الحاجه الوحيده اللي تغفر له. اللي ما قفشه بيعمل برضه حاجات كتير برضه اسمه قفشه تلفزيون زي حالتك بالظبط. فيا ريت محمد شريف ما عدناش نشوفه من اول يناير، ما عدناش نشوف حاجه اسمها محمد شريف. عندك برضه المعلم كولر اتبع الخطوه دي، برضه مركز لي على ناس معينه. واحد يقول لي مركز لي على ناس معينه وقاعد بيجرب. هتجرب ايه يا ابني؟ جرب في كاس مصر، جرب في ماتشات وديه، انما الدوري العام خط احمر، ما تجربش في الدوري. انزل بتشكيلتك الاساسيه، انزل بنجومك الاساسيين. وانت برضو عندك يعني ايه، حتى يعني انا لما شفت النهارده طاهر محمد طاهر احتياطي قلت يا فرج الله، يعني معلش يا كولر انا كنت ظلمك، بتلعبوا اساسي وبتلعبوا على ناس، على بيرستاو وعلى حسين الشحات وعلى احمد عبد القادر. لما لقيت عبد القادر اساسي النهارده فرحت. برضو طاهر محمد طاهر انت اكتشفت انت في نقطه حلوه، اكتشفت كريم فؤاد، ودي حاجه نرفع لك فيها القبعه. اما بتعمل حاجه حلوه وبنشيد اهو بنقول له يعني بسم الله ما شاء الله. كريم فؤاد انا بعتبره محمد بركات الثاني. في الشمال تلاقيه لعبه في الشمال هيجيد، لعبه ديفندر هيجيد، لعبه باك يمين هيجيد، لعبه مساك هيجيد، يعني لعبه هاف يمين هيجيد برضه. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان يا عم كولر، الدقيقه بقت 73 74 و75 وما عملتش تغييرات. انت هتعمل تغييرات امتى يعني ان شاء الله باذن الله؟ يعني هتعمل تغييرات امتى؟ يعني انت عندك احنا عندنا لعيبه مهاريه، برونو سافو لعيب مهاري وكل حاجه، بس برونو سافو بكتيره شوط و10 دقايق من الشوط الثاني بس، وتقوم منزل قفش. برضه عندك طاهر محمد طاهر اما بتبدا بيه اساسي، او احمد عبد لعيب جامد جدا بس لعيب بدنيه ضعيفه شويه، يعني التحاماته في اللعب ضعيف شويه. مع احمد عبد القادر يخلص لك ترقيصه باصه اسيست هدف زي اللي هو جابه دونت. احمد عبد القادر لعيب مهاري، فاللعيب المهاري اتعودنا عليه زي وليد صلاح الدين زمان كده، اخر ثلث ساعه يخلص لك الماتش. فانت واحد زي بيرسي تاو ما ينفعش يقعد. طاهر محمد طاهر انت بتنزله في ماتشات معينه، يعني طاهر محمد طاهر اللي بحس ان هو بيلعب في مسرح عرائس ده، بحس بيجري بكتفته، مانيش عارف في ايه بالظبط، يعني بحس ان هو بيلعب على 1.5. يعني ساعات حاول بقدر الامكان، يعني بقدر الامكان انك تدي لحسين الشحات وبيرسي تاو يعني وقت اكبر شويه، هتشوف حاجه تانية خالص، هتشوف متعه تانية خالص، وهتبقى فعلا انت عملت تجانس بين اللعيب. اكتر واحد النهارده شال خط الظهر اليو ديونج. اليو ديونج ده لعيب يا جماعه اقسم بالله لو في 3 زيه في النادي الاهلي اقسم بالله يعني نتحدى اي فرقه في العالم. اليو ديونج بسم الله ما شاء الله، يعني بيضغط على كل لاعيبه النادي طلائع الجيش، في اليمين في منطقه الجزاء، في بره ال 18 في مربع 14. اليو ديونج في كل مكان بصراحه. يعني اليو ديونج بيغطي على اخطاء كتير، سواء اخطاء للسوليه سواء اخطاء لخط الظهر، والحمد لله ربنا يكملها بالستر معانا. مبروك طبعا للنادي الاهلي مره ثانيه الفوز النهارده، وهارد لك لطلائع الجيش، والقادم افضل ان شاء الله. احلى مسا